قديسة جميلة بتشفع للمكفوفين، اسمها القديسة لوسيا. لوسيا أو لوسي ده اسمها ومعناه نور أو منيرة. اتولدت القديسة في سيركوزا في صقلية في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكان والدها أحسن الناس وكان من أغنياء المدينة، وربوها تربية مسيحية حقيقية وعلموها الصلاة والتسبيح وكمان قراية الكتاب المقدس، وازاي انها تتمتع بحياة الروح، وانها دايما تروح الكنيسة كل يوم حد وتتناول من جسد الرب ودمه. والدتها زي اي نفسها تفرح ببنتها وتجوزها، لكن لوسيا اتربت في حضن الكنيسة وفي حب المسيح، وللأسف مات والدها وهي صغيرة جدا، كان عندها 6 سنين. وتخيلوا وهي في السن ده والدتها تختار لها عريس شاب أخلاقه كويسة لكنه كان وثني، وفكرت أمها إنه لازم يكون مسيحي عشان يتجوزها. ولما حست القديسة باللي بتفكر فيه أمها طلبت منها إنها تستنى عليها شوية وتديها كذا سنة عشان تفكر في الموضوع وتاخد قرار. فالأم وافقت، لكن الشاب قعد يزن عليها كتير جدا. وفي الوقت ده لوسيا كانت بتصلي ليل ونهار بدموع عشان المسيح ينقذها من التجربة دي. وبعد فترة تعبت والدتها جدا، فتشفعت القديسة لوسيا بالقديسة أغاثي اللي ظهرت لها في حلم وقالت لها إنها تطلب من رب المجد فهيستجيب لطلبتها. وفعلا قامت وصلت صلاة حارة جدا بدموع، فاتشفت والدتها في الحال ووعدتها إن هي مش هتجبرها على الجواز من الشاب الوثني. وبعدها راحت هي ووالدتها باعوا ممتلكاتهم وادوا فلوسها للفقراء. لكن في الوقت ده الشيطان اتملك من الشاب الوثني واتغاظ جدا، فراح قال للحاكم بسكاسيوس عليهم. فالحاكم بعت كل جنوده وقبض على لوسيا، فقعد يكلمها شوية ويعذبها شوية لغاية ما أمر الحاكم إنه يبعتها لبيت الخطية، لأنه كان معجب بعينيها جدا وكان بيحاول يقنعها بكل الطرق إن هي تعمل معاه الخطية. فرفعت البتول إيديها للسماء عشان تستغيث بالسيد المسيح له كل المجد، وبعدين راحت قلعت عينيها ورمتهم في وش الحاكم. ووقتها ظهر لها رب المجد وخلاها تثبت في مكانها زي الصخرة، حتى الجنود كلهم محدش عارف يحركها من مكانها. فراحوا ربطوها بحبال وقعدوا يشدوا فيها كتير جدا، لكن مفيش فايدة، تعبوا ومعرفوش. بعد محاولات كتيرة جدا في الآخر قدروا إن هم ياخدوها ويرموها في النار، وكانت عمالة تصلي وسط النار وخرجت سليمة. فالحاكم زهق فراح أمر بإعدامها بحد السيف، لكن ضربة السيف ما كانتش كافية إنها تفصل راس القديسة عن جسمها، فالقديسة ما ماتتش في وقتها. فكان في بعض المؤمنين واقفين في الوقت ده، فأخدوها البيت قريب وجابوا لها قربان فأكلت منه ورقدت بسلام. وده كان في يوم 13 ديسمبر في بداية القرن الرابع. الكنيسة في السويد بقى بيحتفلوا بعيد القديسة لوسيا في اليوم ده بطريقة حلوة جدا. الاحتفال بتاعهم بيكون على شكل ان هما بيخلوا بنات يشيلوا شموع في كل مكان، وخاصة في المدارس والحضانة وبيوت المسنين، وبيكونوا طافين كل الأنوار ويبدأوا يقولوا ترانيم وتمجيد للقديسة، وواحدة واحدة يبدأ يبان نور الشموع. وكل البنات بيكونوا لابسين أبيض، وماشي في وسطهم تمثال للقديسة لوسيا وموجود على راسها شمعدان منور. وده شكل الاحتفال بالقديسة لوسيا في كنيستنا في السويد. بركة شفاعة القديسة لوسيا تكون معانا آمين. لو أخدت بركة اعمل شير للناس وتابع صفحتي.